بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى أخت متابعة كده قالت لي أنا عاوزة أشوف غسيل المواعين الألمونيا أو ازاي انت بتطبخي فيها. قلت لها يا حبيبتي احنا لا طلعنا لقينا نفسنا بنطبخ في الحلل الألمونيا، وعند الاستانلس وعند الألمونيا، فاحنا طلعنا لقينا نفسنا بنطبخ في الألمونيا وأهالينا طبعا. هنا بقول لكم معايا شوية مواعين، العيال كانوا عاملين اندومي بالليل ومبهدلين لي الأطباق كده، وقلت ايه أقوم أروقهم معاكم. وبالمناسبة في حلة في الحوض هغسلها وأوريها غسيل المواعين الألمونيا، وحابة تطبخي فيها براحتك، مش حابة وربنا يعني موسع عليك وجايبة أطقم حلوة، خلاص الله يبارك لك. لكن احنا يا حبيبتي طلعنا لقينا الحلة الألمونيا دي وتربينا عليها. هنا بقول لكم الطبق العيال وقعوه بالليل وكسروه خسارة، قدر الله ما شاء فعل. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي أحسن حال. يا رب الفيديو يعجبكم، فيه شوية حاجات كده، يا رب يعجبكم وما يطولش عليكم وما تزهقوش منه، يا رب كده تسمعوا منه شوية وما تزهقوش. هنا بشطف معاكم، والله انا كنت في الوقت ده الساعة 7 الصبح، كانت العيال نايمة، فقلت اما اقوم بقى اشطف شوية الاطباق دي قبل ما يصحوا كده. الوقت ده ما خلصتش فيه كده هتلاقي كل واحد طالع لي بدوشة من ناحية، ده ضربني، ده خبطني، ده مش عارف ايه. فبريح دماغي انا بقى عشان افضلهم يعني. واخدين بالكم انتوا من حتة افضلهم دي؟ افضلهم يعني، اشوف بقى مين خبط مين ومين شتم مين ومين زعق لمين، وربنا يهديهم يا رب. انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وما تزهقوش من الفيديو، واتمنى يعجبكم كده وينور رضاكم يا حبايبي. انا قلت اجيب الحلة كمان عشان ما يطولش عليكم برضو المقطع دوت. طلعت الحلة. انا كنت قايله لكم قبل الفيديو ده هوت اللي هينزل ده انا هعمل معاكم فيديو حلو، ما نزلتهوش من زمان. وبالفعل انا عملت امبارح فيديو حلو، لكن النور فضل مقطوع لحد الساعة 3، وانا عند ابو احمد 3 ونص بيبقى في البيت. طبعا لو كنت استنيت على الاكل لحد ما يجي فالوقت كان هيقزف معايا خالص. هنا انا نزلت منها الشوائب في اللي كانت فيها وبدعكها تاني اهو. هنا بقى الدعيك الصح بتاعها بقى، او الفينش الاخير بتاعها في الغسيل. ماشي يا حبايبي. طبعا انا عملت فيديو امبارح، بالفعل عملت صينية رز معمر في الفرن وعملت فطيرتين. من زمان ما عملناش فطير، لكن النور كان مقطوع وعشان اصور في المطبخ الاضاءة كانت وحشة خالص. ماشي يا حبايب قلبي، الكهرباء ما جاتش الا الساعة 3 امبارح وشوية كمان، فاتأخرت، فما كانش ينفع ان انا اأخر الاكل اكتر من كده، فعشان كده ما صورتش يعني معاكم امبارح. عملت فطيرتين في فرن البوتاجاز وعملت صينية رز معمر ومشينا اليوم امبارح. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنشوف هنعمل ايه مع بعض يا حبايبي. شايفين هنا الحلل الألمونيا يا حبايبي اهي زي الفل. اهم حاجة انت ما تبيتيش صراحة فيها اكل، دي حقيقة، لكن تطبخي فيها زي الفل طالما نضيفة وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هنا بوريكي واحدة مغسولة كانت مركونة، ودي اللي انا لسه غسلاها بميتها. ماشي يا حبايبي، كل حاجة زي الفل اهي. يا رب اكون عند حسن ظنكم كده ونور رضاكم. كل حاجة قدامكم والله، مش مخبية حاجة عليكم. انا هنا غيرت الطرحة بس كانت اتبلت مية ولبست الخمار الصغير ده. معاك ايه يا ام احمد؟ معايا مكرونة مغازل. دي مكرونة يا حبايبي مغازل بتاعة البحر المالح، حاجة نظيفة وحاجة زي الفل، حاجة زي الفل. اللي مجربها عارفها ان انا بقول عليها زي الفل، ما شاء الله نظيفة وفعلا زي الفل. دي انا منضفاها معاكم اهي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وسايبة 3 من غير تنظيف اهو، يا دوبك بقطع راسها كده زي البسارية. بس طبعا دي حجمها كبير وبيضة زي الفل زي ما انتوا شايفين، وحاجة في منتهى الجمال. والله احنا بعد الغدا ما اتغدينا يعني ما تفكريش ان انت تشطفي ايديك، اصلا ريحتها زي الفل، ولا ريحة وحشة في ايديكي ولا ريحة مش نظيفة، يعني جميلة. دي اسمها مكرونة مغازل، دي بتيجي من البحر المالح يا حبايبي، جميلة اهو زي ما انتوا شايفين كده.
باقطع الراس بتاعتها باسحب معاها بطنها، حاجة في منتهى الروعة، وممكن أشد السلسلة نفسها معاها، شايفين واخدين بالكم؟ أهي شادة نُص السلسلة تقريبًا في إيدي، حاجة زي الفل. كده غسلتها ونضفتها، ده تقريبًا كان كيلو وربع مش كتير، كيلو وربع، وما شاء الله حاجة زي الفل، جربوها هتعجبكم. هنا شطفتها ونضفتها معاكم، هنا التتبيلة بتاعتها كمون وبهارات فراخ وفلفل أسمر وملح والثوم والفلفل الحامي والليمون. هنا معايا الرز، وهنا حاجة السلطة، كرنب أحمر وشبت وبصل أخضر والطماطم والفلفل. وهنا معايا المكرونة، هنا نضفتها زي ما انتوا شايفين، حاجة في منتهى الجمال. ايه رأيكم بقى في التتبيلة بتاعتها؟ ما شاء الله عليها. كده ولعنا اللي على الزيت ونزلت عليها متبدرة كده بالدقيق اهي. نزلت معاكم كده بالبصلة في الحلة دي، حبيبة قالت هقلب يا ماما، قلت لها قلبي. كده نزلت معاكم في الدقيق وهنزل على الزيت على طول. انا كده تبلتها معاكم يا حبايبي. حاجة في منتهى الجمال. بتبقى ناشفة كده وطعمها جميل وزي الفل. هنا البصل احمر كده، نزلت عليه معاكم بالرز زي ما انتوا شايفين كده. هنا المكرونة احمرت في الطاسة اهي، وهطلعها معاكم. هنا يا حبايبي معايا للرز ملح وكمون، مش اكتر من كده. ده للرز يا حبايبي. هنا معايا المكرونة، شايفين يعني بتتحرك كده في الزيت ما شاء الله، ناشفة وجميلة. بطلعها معاكم زي ما انتوا شايفين اهي، ناشفة وزي الفل ما شاء الله عليها. شايفين المنظر منتهى الجمال، عاملة زي الجمبري. هنا حاجة السلطة اهي معاكم. هو للأسف بقى كده فيديوهين سمك ورا بعض، اللي هو البسارية اللي كان نزل المرة اللي فاتت، وده ورا منه، فمعلش سامحوني ان هما فيديوهين ورا بعض سمك، سامحوني يعني. لكن والله انا بالفعل عملت امبارح فطير وصينية رز معمر، بس معرفتش اصور لان النور كان مقطوع، الاضاءة طبعا مش هتبقى حلوة في التصوير. كده بعمل معاكم السلطة. الرز هنا زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله اتشرب بقى زي الفل. ده رز بالبصل يا حبايبي. هنا بغرف معاكم بقى زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، شايفين يعني من على النار على الصينية على طول،
حاجة في منتهى الجمال، حاجة كده فريش. يا رب يعجبكم وينول رضاكم. فأنا بعتذر لو الفيديو طويل عليكم، بعتذر جدا، فسامحوني يعني. ولايكاتكم الحلوة كده واشتراكاتكم، اللي مشتركش يشترك. شايفين منظر الرز روعة. ايه رأيكم في الجمال؟ شايفين الجمال؟ نتقابل في فيديو جديد كده يا حبايبي، ما تحرمش منكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم.